من اسمها يا صديقي رابطة أيونية، يبقى لازم الذرة الأول تتحول لأيون. يبقى إذا الذرة لابد أن تفقد أو تكتسب في الأول وتديني أيون، وبعد كده الأيونات يحدث بينهم تجاذب، تتكون عند تفاعل فلز مع لا فلز. طب يا مستر كده فكرني بالفلز. الفلز اللي مستوى الطاقة الأخير أقل من 4، يعني يا 1 يا 2 يا 3 الإلكترونات طبعا. أما اللافلز مستوى الطاقة الأخير يحتوي على أكتر من 4، يعني يا 5 يا 6 يا 7 إلكترونات. طيب في الرابطة الأيونية بيحصل إيه للفلز؟ تفقد إلكترونات مستوى طاقتها الخارجي وتحول لأيون موجب. اللافلز يا صديقي هيعمل إيه؟ اللافلز هيعمل عكس الفلز. هيعمل إيه بقى؟ بص، هيكتسب تكتسب الكترونات التي فقدها. ركز في الحته دي بقى، اللي فقدوا الفلز مين هيكتسبه؟ اللافلز. يبقى الفلز بيفقد، مين هيكتسب؟ اللافلز. يبقى هي اللافلزات هتكتسب منين؟ من اللي فقدته او اعطته مين؟ الفلزات. يبقى الفلز لما يفقد يبقى ايون موجب بعيد وبزيد، واللافلز لما يكتسب حبه ايون ايه؟ سالب. يحدث بقى تجاذب بقى بين مين؟ الايون الموجب والايون السالب. ليه يحدث تجاذب؟ لاختلافهم في الشحنه الكهربيه. الصوديوم كلنا عارفين رمز الصوديوم ان ايه؟ الذره بتاعته 11، وزع معاه كده 2 8 1 يبقى اخره 1. مع ذره الكلور، الكلور ده من الهالوجينات يعني في 7 ايه يبقى اخره 7، يبقى هو 17. يتوزع ازاي؟ 2 8 7، يبقى ده فلز وده لا فلز. خلاص، هيكونوا مع بعض بقى ايه بقى؟ مركب. مركب مع ذرات مختلفة، ذرات مختلفة بين فلز ولا فلز. يبقى الصوديوم فلز من الأقلاء، الكلور لا فلز من الهالوجين. ده اخر مستوى فيه الكترون واحد، وده اخر مستوى فيه 7. طب ده هيفقد الالكترون يبقى ايون موجب 1، وده هيكتسب الالكترون يبقى ايون سالب 1. في فرق في الشحنة. خلاص تمام، موجبة وسالبة يحدث بينهم تجاذب ويتكون لي مركب اسمه كلوريد الصوديوم. بص معايا كده يا صديقي، طبعا ده الصوديوم متوزع في 3 مستويات، 2 8 2 8 1. يبقى اخره كام يا صديقي؟ 1. طب الكلور برضه متوزع في 3 مستويات، 2 8 7. طب سلوك ده ايه؟ اكتساب. طب سلوك ده ايه؟ فقد. الواحد بتاع مين؟ بتاع الصوديوم، عايز يفقده عشان يبقى نيون 10، صح؟ مش هيبقى نيون، يبقى شبه النيون. طب ده سلوكه ايه؟ عاوز يكتسب، هيكتسب 1 عشان يبقى شبه الارجون 18 اقرب غاز خامل. طيب هياخد الواحد ده منين؟ هيكتسبه من الفلز. طيب لما ده فقد بقى مستويين بس وبقى اشاره موجبه. طب لا ده اما بقى اتحول الى ايون سالب تاني ما هو ال3 مستويات، وبقى اخره كام؟ 8، وزادت الشحنه السالبه. بقى عندي هنا ايه؟ شحنه موجبه وشحنه سالب، هيحصل بينهم تجاذب كهربي بين ايون الصوديوم الموجب وايون الكلور السالب.